حقائق غريبة عن البورن، أكثر المواضيع مهاجمة في العلن ومتابعة في السر. ظهر مصطلح الإباحية أو بورنوغرافي أول مرة في قاموس أكسفورد الإنجليزي عام 1857، وأول صورة إباحية ظهرت عام 1846، وكانت صورة لرجل يمارس الجنس مع امرأة. أما عن أول مشهد تم عرضه في السينما فكان مشهد قبلة في فيلم لتوماس أديسون عام 1896، وبالرغم من أنها فقط قبلة إلا أنها كانت تعتبر شيئا فاضحا في ذلك العصر. في أوائل عام 1900 انطلق أول ستيج فيلم، وهو مصطلح استخدم في وصف الأفلام الإباحية القديمة. وقت كان تصوير أو إنتاج أو نشر تلك الأفلام غير قانوني، حيث اعتمد صناع تلك الأفلام أحيانا على تصوير الجنس المستوحى من بعض الروايات الإباحية. وبالرغم من منع تلك الأفلام إلا أنها انتشرت وكانت تهرب من قبل الناس، وتعتبر تلك الأفلام هي الشرارة الأولى في انطلاق صناعة الأفلام الإباحية الحديثة. بالرغم من التعقيدات والعقبات التي واجهتها صناعة الإباحية في فترة ما قبل عام 1950، إلا أن هيو هيفنر الذي كان عمره 27 عام تمكن من تأسيس المجلة الإباحية الأشهر عالميا بلاي بوي. هناك العديد من الفنانين المشهورين في هوليوود بدأوا مسيرتهم الفنية بالعمل في الأفلام الإباحية، ومنهم سيلفستر ستالون الذي بدأ مسيرته في فيلم إباحي وتقاضى عنه $200 قبل بداية عمله في فيلمه الأشهر روكي الذي تم إنتاجه عام 1976. وجاكي شان أيضا بدأ حياته في فيلم إباحي تم إنتاجه في هونغ كونغ، وكذلك أرنولد شوارزنيغر كان من ضمن من بدأوا مسيرتهم في مجال الإباحية، حيث كان ينشر صوره في العديد من المجلات الإباحية المثلية. مات العديد من ممثلي الإباحية في فترة الثمانينات بسبب انتشار فيروس ال HIV، منهم آل باركر وواد نيكولاز. أكبر شركة مسؤولة عن إنتاج الأفلام الإباحية ليست في الولايات المتحدة كما يعتقد البعض، بل في كندا، ولكن هذا لا ينفي كون الولايات المتحدة أكبر منتج للمحتوى الإباحي في العالم. هناك اتحاد للقائمين على صناعة الأفلام الإباحية تحت مسمى Free Speech Coalition لحمايتهم أمام الحكومة والحفاظ على حقوقهم. هناك مهرجانات عديدة ومشهورة، على غرار مهرجان كان يتم فيه تكريم الممثلين والممثلات القائمين على صناعة الأفلام الإباحية، بل ويتم إعطاؤهم جوائز أيضا. أجور تأدية المشاهد المثلية تكون أكبر ب3 أضعاف من المشاهد العادية. هناك العديد من الممثلين والممثلات قبل تأديتهم لمشاهدهم الجنسية يأخذون العديد من الأدوية والمخدرات من أجل تأدية المشهد بشكل جيد وخروجه في أحسن صورة، فبالتأكيد الجنس الحقيقي مختلف تماما عن الصورة المنتشرة في الأفلام الإباحية المليئة بالممارسات الشاذة والمبالغة في كل شيء. من أشهر الأخطاء المشهورة التي يعتقدها الناس هي أن كل ما يحدث في الأفلام الإباحية حقيقة، فمثلا الأحجام الضخمة لأعضاء الرجل في هذه الأفلام ليست بالضرورة أن تكون جميعها حقيقية، ولكن أحيانا تلعب الكادرات والإضاءة دورا كبيرا في تصويرها بهذا الشكل. عينت استوديوهات الأفلام الإباحية في فترة من الفترات موظفين عملهم الخاص هو إثارة الممثلين قبل تأدية المشهد الإباحي. العائدات النقدية الناتجة عن الأفلام الإباحية أكبر من العائدات النقدية الناتجة عن كرة القدم والبيسبول مجتمعين في العالم أجمع. في كل ثانية هناك حوالي 30,000 شخص يشاهدون موادا إباحية حول العالم. متوسط عمر أول مشاهدة للأفلام الإباحية عبر الإنترنت هو 11 عاما فقط. أشهر موقع إباحي عبر الإنترنت أعلن أنه في الساعة الواحدة يتلقى أكثر من 2,000,000 مشاهدة. من بداية عمر 8 سنوات إلى 16 سنة هناك 9 أطفال من كل 10 شاهدوا موادا إباحية بالفعل.
20% من الناس يشاهدون أفلاما إباحية أثناء العمل. في الولايات المتحدة الأمريكية كل 39 دقيقة يتم صناعة مقطع فيديو إباحي جديد. حوالي 35% من مشاهدي الأفلام الإباحية هم من النساء. القائمون على الصناعة الإباحية يجنون حوالي $3000 كل ثانية. أغلى فيلم إباحي في العالم تم إنتاجه عام 2005 وبلغت تكلفته $1 مليون أمريكي. نشر وصنع الأفلام الإباحية جريمة يعاقب عليها بالموت في إيران وكوريا الشمالية والسجن المشدد في أغلب الدول العربية. من حوالي 850 مليون موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت 25% منها مواقع إباحية، في حين كان عددها في العام 2000 أقل من 50,000 موقع فقط. في مايو 2007 قامت قناة ديزني على يوتيوب بإضافة فيديو إباحي بدلا من فيلم الرسوم المتحركة بيلينغوال هانديمان، وحدث ذلك بالخطأ طبعا. عندما أراد مجموعة من الباحثين في كندا مقارنة سلوك الرجال الذين يشاهدون الأفلام الإباحية مع الذين لا يشاهدونها أبدا، واجهتهم مشكلة صغيرة، وإنهم لم يستطيعوا إيجاد أي رجل في العشرينات لم يشاهد أفلاما إباحية قط. عند مشاهدة أي شخص لأي محتوى إباحي، ما هو الشيء الذي يحصل على اهتمامه بالدرجة الأولى؟ سوف يظن الغالبية أن الإجابة هي الأعضاء التناسلية، ولكن حسب الأبحاث ليست هذه هي الحقيقة، على الأقل بالنسبة للرجال، فالذي يركز عليه الرجال غالبا هو الوجه، بينما تقضي النساء الوقت بالنظر إلى الأشياء المحيطة كالديكور وأزياء الممثلين. هناك قانون على الإنترنت وهو رول 34، والذي يترجم إلى الإنجليزية There is a porn for it، أي أنه مهما كان محور بحثك فإنه يوجد محتوى إباحي موازن له، وهو الشيء الذي يبدو مزحة ولكنه فعلا حقيقي. فهناك أفلام أعدت خصيصا للباندا، وهناك أفلام إباحية لكل فيلم رسوم متحركة.